مرحله معايا. اول حاجه ببدا في عمليه الردم، وفي النقطه دي انا لازم احدد طبيعه الردم اللي انا هردم بيه او التربه اللي انا هردم بيها لحد ما اوصل للمنسوب اللي انا عايزه، اللي هو منسوب تاسيس الدكه او منسوب تاسيس الاس او دي. فنفترض ان انا عندي منسوب التاسيس على ارتفاع 60 سم، يبقى انا عندي دلوقتي هردم انا 60 سم دولت، وبعدين هاخد دكه مثلا 15 سم، دكه مسلحه فوقيهم اللي هي الاس او دي. اجي اردم بردم، لابد لو هردم رمله تكون رمله رصيفه، ما تكونش رمله داخله على طميه، رمله مخلطه بطين، انت فاهمني، لان الطين في الدك هيغلبني في الدك وهياخد معايا مراحل كتير. فلو جينا مثلا هردم رمله، يبقى اذا مواصفات الردم ده ان انا بنردم على طبقات، سمك الطبقه لا يتعدى ال 25 سنتيمتر حد اقصى،